السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حبيت اعرفكم النهارده لما رحت السوق الاسعار عامله ازاي. لسه دلوقتي جايه حالا بعربيه السوق، ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بصوا الكرنبايه العسل الجميله دي ما تبقاش مكبوسه، خلي بالك ما تبقاش مكبوسه، تبقى مهويه شويه كده وزي الفل. دي ما شاء الله ب20 جنيه النهارده. دي اسعار اليوم وكل يوم. طبعا كل يوم الاسعار بتختلف يا حبايب قلبي، فالنهارده انا حبيت اشارككم الاسعار اللي انا جبت بيها. دي ب20 جنيه. بس للاسف كان اغلبيه ورقها كله اخضر، وده اللي كان موجود واضطريت اجيبها، مع ان احنا ما بنحبش الا الورق الابيض يعني. بس قلت يلا بقى هنعملها اكنها ايه، ورق عنب. ما الورق العنب بيبقى لونه اخضر، ما فيش مشكله. ومن حبنا فيه كان ناس صراحه. بصوا بقى البلح الجميل الحلو ده، انا بحب البلح المقرش ده اللي هو السماني المقرش ده اللي هو يعني ناشف ده. ده جميل زي ما انتم شايفين واحنا بنحبه. وجايبه كام واحده كده تراي زي ما انتم شايفين. لكن انا جايباه اصلا عشان احنا بنحب البلح الناشف، وبنحب برضو الطري، يعني في ناس كده وفي ناس كده. البلح ده يا حبايب قلبي دول 3 كيلو، كيلو ونص ب10، كيلو ونص ب10. تمام. انا خدته وغسلته، غسلته كويس جدا وصفيته ورجعته في البوله كده. اول حاجه صراحه غسلتها وكنتش ناوي اصور، بس قلت اصور فغسلتهم بشويه ميه وخل صغيرين كده واسيبهم شويه بعدين اغسلهم كويس. ليه؟ عشان خاطر طبعا ايه، البياعين وايديهم، ولو حاجه كده بتطير كده حاجه بتطير كده يبقى برضو انت لازم تنضفي الحاجه كويس قوي 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 وتعقميها كويس قوي بشويه الخل والميه الحلوين. تمام. نقعتهم شويه وبعدين غسلتهم كويس وصفيتهم، دول احطهم في التلاجة بحيث اللي يجي ياخد يبقى ايه نظيف وزي الفل، ما يتعبش نفسه في غسيل ولا الكلام ده كله. في طبعا فاكهه احنا ما بنغسلهاش زي ما انتوا عارفين، لان لما بتتغسل بتحمص زي البلح الطري، زي التين، حاجات كده معينه. بصوا بقى البرتقال بسم الله ما شاء الله، كيلو ونص برضو، دول 3 كيلو، كيلو ونص ب10، يبقى كيلو ونص ب10. تمام. والتفاح زي العسل اهي كيلو ونص ب10 برضو، كيلو ونص برتقال ب10 وكيلو ونص طماطم ب10 والبلح كيلو ونص ب10. تمام. الفلفل يا حبايب قلبي ب10 جنيه زي ما انتوا شايفين كده، الفلفل الرومي الجميل ده ب10 جنيه. والشتيطة برضو ب10 جنيه يا حبايب قلبي، شايفين؟ عارفين احنا بنحب الحاجة السبايسي، يعني بنحتاج برضو ده وده، كل حاجة في البيت مطلوبة، كل حاجة يعني تبقى في التلاجة تحت ايدك موجودة. ده يا حبايب قلبي الفلفل الحلو اللي هو الأحمر والأصفر ده، اللي هو الحلو ده للمناعة. ساعات بيبقى ب20 وساعات ب25. المرة دي صراحة جايباه ب20، يعني ساعات بيبقى ب20 وساعات بيبقى ب25، بقى له فترة ما بيغلاش على كده. الكوسة الجميلة دي ساعات بنجيبها ب12، ساعات بنجيبها ب15. المرة دي ما شاء الله جايباها ب10 زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. هنعمل بيها أحلى محشي هتشوفوه معانا إن شاء الله في القناة يا حبايب قلبي. دول 2 كيلو ب20، في كبير وفي صغير، نلاقيهم حشو زي ما انت شايفة كده. والبتنجان برضو يا حبايب قلبي ب10. عمر البتنجان ما كان بيوصل للكوسه، انا مش عارفه ايه اللي جرى، يا ربنا يرحمنا برحمته. في صغير وفي كبير زي ما انت شايفه، وفي وسط انا منقيه برضو للحشو 2 كيلو ب20. تمام. الكيلو ب10 يبقى الاتنين دولت ب20 زيهم زي الكوسه، 2 كيلو ب20 برضو. اه. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، خيار طازه كده وصابح وجميل، كيلو ونص ب10. وساعات بيبقى ب5 جنيه، يعني ما بيزيدش دلوقتي عن ايه، كيلو ونص او ايه، او ب5 يعني. الرز يا حبايب قلبي دول جبت 2 كيلو رز، وعلبة مرق الدجاج فاين فوز اللي هي بتبقى 12 مكعب. الرز بعد طبعا ما وصل ل 15 والكلام ده كله رجع بقى ب 18 وايه و19. ده انا جايبه كيلو ب 18. بصوا ما شاء الله جميله برضو، رز نظيفه وحلوه. دول جايبه 2 كيلو. وعندي شويه تانيين لو انا حبيت يعني ايه زياده للمحشي، طبعا عشان انتوا عارفين كرنب بقى وكوسه وبتنجان. ومرقه الدجاج دي كنا بنجيبها زمان ب5 ب6 ب7، دلوقتي انا جايباها ب8، جايباها ب8 جنيه. تمام. طبعا كل واحد بيبيع على مزاجه اليومين دول، يعني اللي عنده بقى بضاعة قديمة غير اللي عنده بضاعة جديدة، غير اللي بيعامل بربنا وبيتعامل بما يرضي الله. يعني في ناس بتخزن الحاجة عشان ما تغلى تغليها،
وكل محافظه طبعا ولها اسعارها، بس انا بقول لكم الاسعار دي اللي انا جايبه بيها النهارده، حبيت اعرفكم عليها عشان حبايبي اللي قاعدين في البيت ونفسهم يعرفوا الاسعار عامله ازاي، ينزلوا يجيبوا ولا ما يجيبوش، والدنيا اخبارها ايه بالتقريب. الليمون ده ب 10 حبايب قلبي، في ناس بتبيع ب 10 وفي ناس بتبيع ب 15 وفي ناس بتبيعه ب 8، بس ده جميل وحلو ب 10 زي ما انتم شايفين كده. والجزر ب 10. وقلنا كرومبا ب20. ايه تاني اللي ما قلناش؟ السبانخ اللي نسيت اوريها لكم، ربع صغيره وجميله وزي العسل، شايفين؟ صغيره وجميله وطازه وخضره وجناين، يعني جايه من الجناين على طول على ايه، على البياع على طول. الربطه ب5، انا جبت ربطتين ب10 عشان انا مش عندي ناس كتير بياكلوا السبانخ، فما بجيبهاش كتير وما بعملهاش كتير وما بعملهاش بكميه. دول الربطتين دول 5 و5 يعني 10. وجبت لهم طبعا زي ما انتم شايفين كده ربطتين ايه، كزبره. هما ادوهم لي مع الكرومبا والسبانخ كده، ما خدش تمنهم يعني. هما معروفه الواحده يعني بتبقى بنص جنيه ولا حاجه، الاتنين بيبقوا جنيه. فادهم لي الكزبره ايه، انا هحط ربطه مع السبانخ والربطه التانية هحطها ايه مع الكرومبا. الفراخ بقى، الفراخ الكيلو صاحي ب45 النهارده، الكيلو صاحي ب45. يعني من كام يوم جبته كان ب42، فهم بيتراوح ما بين 42 45. برضه ربنا يرحمنا برحمته، كنا بنجيب الفرخايه كلها على بعضها ب50 ولا ب75 قد كده، 2 كيلو 2 وشويه. دلوقتي ال2 كيلو ب90 على طول. انتوا عارفين صاحي يعني 45، يعني 2 كيلو ب90 على طول. بس بص تلاقي الفرخه بقى تجيب 2 كيلو و100، 2 كيلو و200 جرام كده. فانا جايبه فرخه وجايبه وركين صراحه. الوركين ب47 على اساس ان هو مذبوح طبعا وكده، الوزن بتاعه ب47 والتانية ب45. عندي رمان اهو يا حبايب قلبي، حبيت اوريهولكم، كان عندي زي العسل كان ب5 جنيه، تجيبي كده مفتحه الحلوه كده. وعندي جوافه، انا بطلعهم من التلاجة، يعني بقول كان كيلو ونص ب10. لو عجبكم الفيديو النهارده ما تنسوش اللايك عشان انا بحبكم في الله، ويا ريت تستفادوا من الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايبي.